بلا ما تسلم. يا خالي أنا مسيحي مؤمن بالله وبكل الأديان السماوية وبما فيها الإسلام. يعني أنت الحين يعني ما أنت كافر؟ شو هالحكي يا خالي؟ الأديان السماوية نزلت بالتتابع حتى تكمل بعضها، يعني ما في حدا يتهم حدا بالكفر إلا الجهلة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. مجدنا دربنا تاريخنا عزنا مجدنا أولا بالنسبة للبرامج التلفزيونية سواء كانت مسلسلات في تعتني بما يسمى بالدراما أو ما يسمى بالبرامج الأخرى من سواء الفكاهية وغير ذلك، فإنه يقال أنه يجب أن يعلم أن ثمة حدود شرعية في ذلك، وهي احترام النصوص الشرعية واحترام ما أمر الله جل وعلا به. وينبغي أن يعلم أن كثيرا من أهل الباطل الذين يتكلمون في دين الله جل وعلا كثيرا ما يتذرعون بقولهم أننا نتكلم في ذوات لا نتكلم في الدين، نتكلم في تصرفات خاطئة ونحو ذلك ولا نتكلم في الدين، أو يقولون نحن نستهزئ ولا نقرر أصولا ولا نعلم علما، وهذا لا شك أنه عذر باطل فاسد. ولهذا الله سبحانه وتعالى بين حال المنافقين الذين قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما رجع من غزوة تبوك قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجمل عند اللقاء، وذلك أنهم قصدوا الذوات، ومع ذلك قالوا أن نخوض ونلعب. ولهذا أنزل الله جل وعلا فيهم قوله سبحانه وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا بيان لحالهم وكفرهم وخروجهم ومروقهم من ملة الإسلام. وينبغي أن يعلم أن الاستهزاء في شيء من دين الإسلام أن هذا من علامات الكفر، بل إنه أيضا من علامات النفاق لمن كان داخل أهل الإسلام، وهي طريقة المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنهم وإن دعوا إلى الحق والهدى والصواب فإنهم حينئذ يرجعون إلى قولهم أن هؤلاء
هم من أهل الإيمان لكنهم من أهل السفة. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء. وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا: وإذا قيل له ومنهم من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي أنهم يقولون ويدعون الإيمان ولكن من جهة الحقيقة ليسوا من أهل الإيمان، فهم يستهزئون بالله جل وعلا ويخادعونه في زعمهم، والله جل وعلا خادعهم ويولي لهم حتى يقعوا في الكفر المحض والعياذ بالله. ولهذا يجب على القائمين على البرامج التلفزيونية من أصحاب القنوات وملاكها، وكذلك أيضا من المنتجين والمخرجين والمصورين، وكذلك من أهل البث ومن يعين على ذلك أن يعلم أنه من أهل الإعانة على الباطل على أي نحو كان ولو كان دقيقا، أن يعلم أنه يعين على هذا الأمر، فيجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذا. حينما يتحدث مجموعة أقل ما يحكم عليهم شرعا بأنهم من أهل الفسق والذين سقطت مروءاتهم والذين تلبسوا بزي النساء ومثلوا أدوارا لا تليق بمسلم ولا برجل، ثم يتكلمون في مسائل شرعية تتضمن سخرية بتعدد الزوجات، تتضمن سخرية بما تعلمناه ودرسناه وعلمناه وتلقيناه من علمائنا فيما هو الفصل في عقائدنا والحد دون عقائد غيرنا، مع التعايش والاحترام للآخرين ممن لهم عقائد أخرى. للأسف هناك خلط، هناك تصوير، هناك تسطيح، هناك عبث بمثل هذه الأمور، ناهيك عن الخلط في مسائل الاعتقاد يتحدث عنها من لا يصدق فيه إلا وصف الفسق، فيتكلم في مناهج التعليم وهو ليس بكفء أن يتكلم فيها، ويتكلم في قضايا الاعتقاد وفي مسألة حدود الكفر وعدمه وفي مسألة التعامل مع الكتاب وعدمه. ينقل عن حلقة من حلقات المسلسل التلفزيوني طاش ما طاش أنها تحدث عن الديانات وأنها مكملة لبعضها. حقيقة يعني لا أدري هل أقول يعني مع الأسف أو أقول من فضل الله أنني يعني لست متابعا جيدا ولا أدعي ذلك لمثل هذه المواد التي تعرض في رمضان، ولكنني يعني فعلا جاءتني رسائل كثيرة جدا، وبناء عليها أؤكد أولا على عدة نقاط. القضية الأولى أهمية تعظيم حرمات الشريعة ومقدسات الشريعة وضرورياتها ومسلماتها ومحكماتها التي لا يختلف عليها المسلمون، مثل تعظيم القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها مرجعية متفق عليها. قد نختلف في أشياء كثيرة جدا، قد نختلف في تفاصيل وفي جزئيات، لكن ما يتعلق بأصول الشريعة وقواعد الشريعة ومحكماتها هذه قضية ينبغي أن يذعن لها الجميع، وأن تكون خطوطا حمرا لا يسمح أحد لنفسه بأن يقترب منها أو يتجاوزها أو ينتهكها. ومن ذلك طبعا قضية الإسلام، وأنه هو الدين الخاتم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم الرسل والأنبياء السابقون كانوا أنبياء في وقتهم، لكن باتفاق الأمة وبالنصوص الصريحة القطعية أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالشريعة الخاتمة التي يعني لو كانوا موجودين ما وسعهم إلا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيها، كما ذكر في شأن موسى. فاعتقاد أن هذه الأديان كلها مقبولة عند الله مثلا، أو أن الفرق بينها هو فرق شكلي أو فرق سطحي، هذا معنى يعني هذا غلط وليس يعني بصواب، ولا يقول به أحد من أهل العلم والمعرفة. هناك فارق جوهري وفارق أساسي في هذا الموضوع. فأنا أقول الاعتزاز بهذا المعنى وأن يكون حجرا محجورا هذا معنى مهم. زد على ذلك أنه أنا في نظري أنه ليس من الصواب أبدا أن نقوم بتصوير المسلم دائما على أنه هو ذلك المسلم المتطرف الذي يشعر بالكراهية ويزرع الكراهية بين الناس، بينما نقدم الآخر على أنه هو المتسامح الذي يتفهم الآخرين ويستوعبهم. هذه صورة مقلوبة وصورة معكوسة. نعم يوجد من المسلمين من عندهم شدة وقسوة، ويوجد من الآخرين من عندهم لين. متجلد صاب الشكيمة شامخ كالطود أرقى في ذرى العلياء، والله ما بأس الطغاة يردني، فأنا المهند واليقين رداء.